تخيل معايا كده فيلم عربي بميزانية عالمية وأكشن على مستوى هوليوود. ده مش خيال، ده فيلم سيفن دوجز. فيلم سيفن دوجز واحد من أضخم إنتاجات السينما العربية، ميزانيته بتتجاوز 40 مليون دولار وتصور في استوديوهات عالمية في السعودية. يعني احنا بنتكلم عن إنتاج تقيل بجد. القصة بتدور حوالين ضابط انتربول بيلاقي نفسه مضطر يتعامل مع واحدة من أخطر المنظمات الإجرامية في العالم، اسمها السبع كلاب أو سيفن دوجز. بطولة تقيلة جدا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، ومشاركة عالمية من مونيكا بوليتشي، وده لوحده رفع سقف التوقعات. نيجي للإخراج، وهو من الثنائي عادل العربي وبلال فلاح، مخرجي أفلام باد بويز. يعني هنشوف مطاردات واشتباكات وأكشن معمول صح، مش ضرب وخلاص. اللي مميز في فيلم سيفن دوجز إنه مش فيلم أكشن تقليدي، الشخصيات رمادية والصراع نفسي بقدر ما هو جسدي، ومفيش حد مضمون إنه يطلع بطل. لو الفيلم طلع بالمستوى ده فعلا احنا قدام أقوى فيلم أكشن عربي ومنافس حقيقي لأفلام عالمية في 2026. سؤال ليك، هل فيلم سيفن دوجز هيكسر الدنيا ولا توقعات أعلى من اللازم؟ اكتب رأيك في الكومنتات واعمل لايك واشترك في القناة، وسلام.